لهم بقى صينيه ايه فراخ بالخضار في الفرن. عايزه اقول لكم الطريقه دي حلوه قوي، احسن ما نضرب الطماطم في الخلاط. حاضر هسيلك قبع. اسيب في ايه ده؟ حاضر. الله بألف هنا. انت بتحبها؟ ماشي. يلا السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما وبأحسن حال يا رب، اللهم امين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه تسليما كثيرا يا رب، اللهم امين. بس بعمله النهارده صينيه ايه؟ فراخ، دبابيس فراخ ببطاطس وبصل، وقطعتهم كده زي ما انتم شايفين طرنشات او حلقات. فلفل بقى ايه، كان عندي فلفل بس حراق فحطيت واحد بس عشان الولاد طبعا. بتعتمد بقى طبعا على الطماطم، انا حطيت طماطم كتير بس بقطعها كده لان هي بتفضل زي ما هي. تمام. احط بقى البهارات. بصوا بقى معانا البهارات بتاعتنا عباره عن ملح وفلفل وكمون وربع معلقه اه ربع معلقه من سبع بهارات وورق لورا. تمام. كل ده هنحطه كده مع بعض ومعاه فصين توم ونقلب كويس جدا قبل ما تحط ايه الفراخ. بصوا بقى قلبناها بالشكل ده كله مع بعضه. طبعا مش قادره اقول لكم الريحه تحفه ما شاء الله اللهم بارك. حطينا بقى نص ليمونه ومعانا الفراخ بتاعتنا هنقلبها هنقلبها معاهم عشان تشرب من التتبيله القمر دي قبل ما نحطها على النار. زي ما انتم شايفين كده قلبت الفراخ تمام بالحشوه بقى كلها كده مع بعضها والخضار، وبعدين اخدت جزء من الخضار، نص الخضار دي تمام عشان احطه على الوش كده. بس انا بحب اشرب الفراخ الاول من التتبيله ديت او من الخضار ده عشان بيبقى فيه طبعا ايه، فيه كل حاجه. بعمل كده بقى طبعا بيبقى تحت الجلد وبندخلها في كل حته في الفرخه علشان خاطر تاخدي احلى طعم. الحركه دي روعه، بدل ما تحطي كده الفرخه كده لا تحطيها كده تتبل شويه. طبعا النص الليمونه دي اهم حاجه عشان تخلي طعم الفراخ في حته تانيه خالص. احطها بقى على نار هاديه خالص تمام عشان الخضار هو اللي هيسوي ايه الفراخ. تمام. مش هنحط ميه وهنوطي عليها النار خالص قبل ما ندخلها الفرن. يلا بينا بقى نعمل ايه الرز. عايزه اعمل لهم رز مسوس افضل من الرز بشعري، اغير كتغيير يعني. تمام. احط بقى الرز وبعد كده ايه اغسله عشان قبل ما احطه في البريد. بصوا بقى الرز غسلناه، معانا بقى الملح بتاعنا اهوت. هنقوم بقى فاضيين اللبن، طبعا اللبن بيكون مغلي عشان انا بعمله فرن بوتاجاز. بسم الله الرحمن الرحيم. هنزود بقى شويه ميه صغيرين عليه عشان يبقى طعمه حلو. بسم الله الرحمن الرحيم. الميه دي طبعا كمان مغليه. هنقلب بقى كويس جدا، ولو يحتاج بعد التشريب نشرب كمان شويه. بس لازم نقلب كويس جدا عشان خاطر ايه الملح طبعا لازم يدوب. تمام. طبعا بقى احنا هندخله الفرن على طول على درجه حراره من فوق ومن تحت عاليه جدا عشان ياخد وش. اول ما بياخد وش احنا بنطفي من فوق، واول ما يتشرب بنطلعه ونذيع على طول. طبعا انا خليه معاكم خطوه خطوه. تعالوا بقى اوريكم الفراخ بتاعتنا. المفروض ان هي كده خلاص. بسم الله الرحمن ما شاء الله شايفين نزلت بقى ميتها كلها وعلى نار هاديه. شايفين المفروض بقى ان انا هدخلها الفرن بس عشان البرام لازم ياخد وش الاول. فانا هعمل ايه، هحط بقى الزيت بتاعه، الزيت الاول عشان انا نسيت احط الزيت صراحه. هنحط الزيت واول برام ما ياخد وش هقوم حطها جنب البرام على طول. تمام. طبعا قلبتها بالشكل ده، هقوم بقى ايه حاطه شويه زيت كده حلوين على الوش قبل ما ادخلها الفرن عشان تبقى جميله كده ايه وبتلمع. بصوا ما شاء الله اول ما بيطلع كده بخرمه بظهر المعلقه كده. تمام. وبعدين احط عليه شويه ميه صغيرين طبعا عشان ايه ما شاء الله لسه برضه هيستوي. وبعدين اجي نازله بقى بشويه زيت وشويه سمنه. بصوا السمنه عامله ازاي، السمنه سايحه، درجه الحراره طبعا عشان عاليه السمنه بتبقى سايحه بقى. السمنه بتاعتنا وحاطين شويه زيت كمان صغيرين مش ياما. شايفه حاطين سمنه كتير. تمام. هندخل بقى الفرن عشان يتلدن ويبقى فل ان شاء الله. بصوا ما شاء الله اللهم بارك
عايزه اقول لكم ريحه جميله جدا 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 ما شاء الله حرفيا، يعني اللهم بارك. طبعا الرز بتاعنا اهوت ما شاء الله. شايفين الفرق بقى؟ بصوا الفرق، كان قليل جدا دلوقتي ما شاء الله بقى ايه، خلاص لما يستوى بيعلى على طول. اللي وصل لغايه هنا متنسوش تعملوا القناه عشان يوصلكم كل جديد. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.